مثلا لعبت اثيوبيا وكسبت 1-0 بالعافيه وكنت بكامل الاسماء الجامده اللي عندك وقلنا ماشي، انما على ارضك وتطلع خسران من تونس 3-1 مش حلوه يا عم فيتوريا. مصر كانت بتلعب تونس في مباراه وديه في استاد الدفاع الجوي، والماتش ده خلص 3-1 لتونس، بس الغريب ان التشكيله كان فيها لعيبه زي زيزو وصلاح ومصطفى محمد. بالنسبه لي اكبر مصيبه موجوده في الماتش هي البدء بابو جبل. لو بصيت على الدقيقه 3 هتلاقي ان مصر استقبلت هدف، السبب في الجون ده لعيب عنده 34 سنه وقرب يعتزل ولسه بيعمل نفس الغلطه، واللعيب ده هو علي جبر. وبعدها بخمس دقايق بس مصر بتبلع الجول الثاني اون جول عن طريق حمدي فتحي. ولكن لو بصينا على الماتش هنلاقي ان العلامه المميزه الوحيده هي تسديده عمر كمال عبد الواحد اللي سجل منها هدف قلل الفرق شويه لمنتخب مصر. بالنسبه لي الشوطه دي فيها قرار وتسديد وثقه وشغل جامد قوي من عمر كمال. بس لو بصيت قبل الكوره هتلاقي ان منتخب مصر مش عارف ينفذ الركنيه ولا عارف الركنيه بتتلعب